يا استاذ عمرو، انا زيكا، انا جيت زي ما اتفقت مع حضرتك. يا اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل يا زيكا. متشكر. بسم الله ما شاء الله، المكان كبير قوي. اظن تكلفة مكان زي ده بالنسبة لي هتبقى كبيرة جدا. مش لازم يكون المكان كبير في البداية يا استاذ زيكا. كويس. طيب عدد الأجهزة اللي ممكن أبدأ بيها المشروع؟ ممكن تبدأ بجهاز أو اتنين أنت وإمكانياتك. أنا عن نفسي لما جيت بدأت صغير. الأجهزة دي كلها ما جاتش مرة واحدة يا زيكا. يعني أنا ممكن أبدأ المشروع بجهاز أو اتنين؟ طبعا. عشان المشروع ينجح مفروض أعمل إيه؟ أهم حاجة تتعلم كمبيوتر كويس، كويس جدا. طيب ليه كده يا خالتي شلباية؟ مش حرام؟ ده شوية طماطم وخضار بايظين ومحدش يرضى يشتريهم. أنا مش بتكلم على كده، أنا بتكلم ليه ترميه هنا وتلوثي المكان؟ يعني هو أنا اللي برمي الزبالة هنا لوحدي؟ ما كل الحارة بترمي. لا، ما يصحش نعمل كده، لأن ده مش مكان للزبالة. لا بس دي خرابة وما تخصش حد. المكان ده موجود في الحارة، يعني يخصنا كلنا ولازم نحافظ عليه، على الأقل ما نحولوش لمقلب زبالة. ما تحبكاش قوي كده يا طمطم، يعني هنودي الزبالة فين؟ الزبالة تتحط في مكان الزبالة وفي ناس بتشيلها، إنما هنا محدش هيشيلها وتلم الحشرات وتبقى مصدر للعدوى والأمراض لينا. بقى كل ده عشان رميش الخضار في الخرابة؟ فكرت في الخطة ولا لسه؟ احنا بنفكر، مش كده يا ابو صباح؟ فكرنا احنا بنفكر. طب يلا خلصوني مفيش وقت. ماشي يا بيه، بس لو يعني كده يعني ويبقى يعني ولا ايه يا ابو صباح؟ ماشي، قول ولا قول على طول. يعني لو يا بيه نفكر مع بعض يعني وكده يعني. ببساطة احنا عايزين خطة للعملية الجديدة. فيها صعوبة دي؟ لا دي سهلة خالص، و10 خطط كمان، بس المهم الأول ناكل في أول الخطة وفي نص الخطة وآخر الخطة، عشان كده تبقى خطة 100. الأكل ده مفيد جدا جدا جدا. مش انتوا زهقتوني وأنا هبتدي أغضب. لا كل اللي غضبك يا بيه هو ان تيجي شرك من ال10 اللي ماتوا في غضبك اللي فات. الله يرحمهم، 5 ماتوا من الخوف و5 ماتوا بطلقة واحدة. اسمعوني كويس، كل واحد يعرف دوره في الخطة الجديدة. تحت أمرك يا بيه. انت وابو صباح في المقدمة تقتحموا وتهجموا، بس أهم حاجة الدقة والإتقان. بعد إذنك يا بيه، لو فيها قلة أدب وساء مني. قول وخلص. نعم. أنا وأبو صباح هنقتحم ونكون في المقدمة، وأنت هتبقى فين؟ لا أنا هبقى مستنيكوا في مكان آمن، عشان لو حصلت كبسة واتقفشتوا أبقى أنا في الأمان. حد عنده اعتراض؟ اعتراض ده إيه؟ محدش معترض على حاجة. خلاص اتفضلوا نفذوا من غير ولا كلمة، مش عايز أي تهاون. لو حصل أي حاجة قولوا على نفسكوا يا رحمن يا رحيم. ياه، دي فوائد كتيرة قوي، ولسه كتير كمان. ياه. طبعا الخلة بتدخل في صناعة الدواء وبتعالج القلب والكبد والكلى. دي فوائد كتيرة قوي. اطبعي ولا اقول لك استني ادخلي على نبات تاني وبعدين نبقى نطبع في الاخر. ماشي يا سيدي، تدخل على ايه؟ مش عارف اقول لك. احنا يعني نعرفهم كلهم كده ونشوف ايه الافيد منهم واللي ممكن نزرعه عندنا في المشتل، صح؟ بس كده هتاخد وقت كتير على ما تعرف كل الحاجات دي. وماله لما اخد